اهلا بيكم في قناه انا وطفلي. لو لسه والده قريب وبتقومي من النوم وانت تعبانه حتى لو نمت شويه، او بتلاقي نفسك ساعات عايزه تعيطي من غير سبب، او بتحسي بذنب انك مش قادره تفرحي زي ما كنت متوقعه، وكمان اعصابك مشدوده دايما مع البيبي او مع اللي حواليك ومش فاهمه ليه، لو الحاجات دي كلها بتحصل لك اعرفي انك مش لوحدك، واللي بتمر بيه ليه اسم وليه تفسير. والنهارده هنتكلم مع بعض عن اكتئاب ما بعد الولاده واسبابه وعلاماته وازاي تواجهيه وتعدي منه بخطوات بسيطه وامنه. بس خلينا في البدايه نعرف يعني ايه اكتئاب ما بعد الولاده. اكتئاب ما بعد الولاده مش ضعف شخصيه ولا ان الام مش قد المسؤوليه، هو حاله نفسيه بتحصل لكتير من الامهات بعد الولاده، وده بيكون بسبب تغيرات هرمونيه زائد ضغط نفسي زائد قله نوم زائد مسؤوليات جديده. والدراسات بتقول ان حوالي واحده من كل 7 امهات بتتعرض بدرجات مختلفه لاكتئاب ما بعد الولاده. طيب ازاي تفرقي ما بين التعب العادي او اكتئاب ما بعد الولاده؟ الحزن الخفيف بيحصل في أول أسبوعين بعد الولادة، وده عبارة عن شوية دموع وتقلب مزاج وقلق وبتروح لوحدها. أما اكتئاب ما بعد الولادة بيستمر أكتر من أسبوعين وبيكون أقوى وممكن يخلي الأم تحس إنها مش قادرة تستمتع بحياتها أو حتى بطفلها. ومن أهم العلامات دي حزن أو فراغ داخلي مستمر، وفقدان الحماس أو الاستمتاع بالحاجات اللي كانت بتساعدك، أو صعوبة في النوم حتى لو الطفل نايم، ودايما بيجيلك إحساس بالذنب إنك أم مش كفاية، وكمان عصبية أو توتر زيادة، وأحيانا أفكار سلبية عن النفس أو المستقبل. طب إيه هي الأسباب اللي بتوصل الأم لكده؟ أهمهم التغيرات الهرمونية. الهرمون المسؤول عن المزاج بيقل بعد الولادة، وكمان قلة النوم والإرهاق الجسدي وضغط المسؤولية الجديدة وغياب الدعم لو الزوج أو الأسرة مش بيساعدوا، أو تجارب سابقة زي ولادة صعبة أو فقدان حمل سابق. طب إزاي أنت كأم تقدري تواجهي اكتئاب ما بعد الولادة؟ أول حاجة النوم والراحة. أول ما البيبي ينام حاولي تنامي وتسيبي شغل البيت على جنب شوية، وكمان تاكلي أكل صحي لأن الأكل المتوازن بيساعد جسمك وعقلك. كمان الخروج في الشمس، المشي نص ساعة يوميا بيقلل التوتر، وتتكلمي مع حد بتثقي فيه سواء زوجك او اختك او والدتك، الكلام دايما بيريح. وكمان تحاولي تقللي من العزله، قابلي ناس او اتكلمي معاهم، وما تخليش نفسك لوحدك طول الوقت، وحاولي على قد ما تقدري توزعي المسؤوليات مع اللي حواليك. واخيرا تعملي حاجه بتحبيها حتى لو ربع ساعه في اليوم. طب امتى اطلب المساعده؟ لو الاعراض استمرت اكتر من اسبوعين ومش بتتحسن، لو الافكار السلبيه قويه ومؤثره على حياتك، لو في صعوبه في الارتباط بالطفل او العنايه بيه. والمساعده هنا مش معناها انك ضعيفه، بالعكس معناها انك بتاخدي خطوه صحيه عشان ترجعي لنفسك وتقدري تكملي. وفي النهايه عايز اقول لك انك مش لوحدك، ومش اي ام بتحس كده تبقى ضعيفه او مقصره. اكتئاب ما بعد الولاده مش نهايه، لكنه مرحله، ومع الفهم والدعم والخطوات الصح هتقدري تعدي منها وتستعيدي توازنك من جديد. لو لقيت الفيديو ده مفيد شاركيه مع اي ام محتاجه تسمع الكلام ده، لان اوقات كلمه بسيطه بتفرق معاها جدا. وما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد، واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.